طيب هل كان في منافسة على بعض اللاعبين مع الأندية المنافسة زي ما بتقول يعني صفقة مثلا مصطفى أشرف، كان في منافسة بقى مع النادي الأهلي ولا حصل إيه؟ لا يا فندم، احنا يعني اللاعب مصطفى اشرف بالذات لو حضرتك بتسالي عليه، احنا تفاوضنا فعلا في الاول وبعدين انسحبنا من الصفقه قبل ما اي حد يعمل. الكلام كتير قوي وانا ما بحبش ارغي في الحاجات دي. احنا بنبقى مركزين على الشغل اكتر من على الاخبار اللي بتطلع. يعني خلينا بنقول احنا يعني بقالنا فعلا زي ما حضرتك قلتي 100 يوم كان تركيزنا كله عمل. يعني انا مسمي المجلس الاداره بجد كوماندز، كلنا سايبين بيوتنا واهالينا وشغلنا وقاعدين كله يعني، وكلنا يعني الحمد لله لنا يعني البيزنس بتاعنا او موظفين او اي حاجه، كله ساب كل حاجه وقعد ال 100 يوم دول كنا واخدينها كتشالنج او تحدي، في ان احنا نثبت لاعضاء الجمعيه العموميه والجمهورنا ان احنا قد ان هم اختارونا، وان احنا ان شاء الله هنوفي بوعودنا كلهم. في ال100 يوم دي إيه كانت أصعب حاجة واجهتها؟ يعني هل فك القيد كان الأصعب؟ شراء اصعب اللعيبة؟ حاجه في الدنيا فك القيد ده فك مين القيد كان حضرتك أصعب عارف. حاجة اه طبعا طبعا ليه؟ طبعا. علشان المبلغ ولا عشان النيجوشيشنز والتفاوض ولا إيه بالظبط؟ يعني هدي حضرتك مثال مثلا، إن النادي اللي هو اللي كان علينا مبلغ جامد منه، يعني احنا بجد كنا قدرنا نوصل معاهم في النيجوشيشن اللي كان هيبقى بالنسبه لنا دي بانستولمنتس معينه. اما طلع مثلا القضيه بتاعت الدكتور حسام مندوه ان هو هيطلع بره الانتخابات ولا بتاع، بتخلي الناس تخاف منك. فبالتالي يعني دي يعني بعد ما كنا مثلا عاملين حساباتنا ان احنا ممكن ندفع اجزاء من هذه الغرامه، اضطرينا في الاخر ندفعها كاش. وده يمكن اللي خلى الجمهور او الناس تقول انتوا متاخرين متاخرين، واحنا قاعدين. ما انا يا جماعه كان اسهل حاجه عندي ان انا ادفع كل الفلوس مره واحده وكانت موجوده، مش هقول لا، بس بنحاول على قدر الاستطاعه زي ما كنت بقول لحضرتك ان الكاش فلو بيبقى مهم جدا جدا، ان انا اخلي معايا فلوس لو اقدر عاجل ورسميا يا جماعة، خبر عاجل بانتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك. كلام طلع كتير جدا 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 بانتقال أحمد عبد القادر. أنا نفسي يمشي بأمانة بعد البوست اللي هو نزله ده، لأن كده بيستهتر. لاعب بيستهتر بنادينا. لما تكتب للاعب مبروك يا حبيبي ماشي معاك وما فيهاش مشكلة، لكن انت ممكن تبارك له على التليفون مش قدام الناس كده عشان راعي الزمالك. يعني انت بالنسبة لك الاهلي ده ايه يعني؟ بص، هي حاجة تضايق، حاجة تضايق. من حقك اللي انت تبارك له لاعب صاحبك وعادي، واي حد يبارك للتاني، بس هي حركة وحشة برضك في نفس الوقت ان انت ما حافظتش على الجمهور. فانا بقول لكم اهدوا شوية، لايك الفيديو، اشتراك في القناة.